ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ هنتكلم النهارده عن الطريقه الصح اللي تشوف بيها سلسله ستار وورز. في طريقتين، يا اما بالترتيب الزمني او سنين الاصدار، والاحسن اللي انت تتبع الخط الزمني بتاع الافلام دي. فهتبدا بالثلاثيه الاولى، وهي هتبقى ممله الصراحه. انا عايز اقول لك هي كانت خلياني مع كل فيلم، او انا بشوف كل فيلم فيهم في نص الفيلم مثلا ابقى عايز اقفل. انا ايه اللي انا عملته في نفسي ده؟ وانا كان لازم اتفرج على السلسله و بس عايز اقول لك انت لما تخلصهم وتبتدي بقى تشوف اللي بعديهم، لا كانوا يستاهلوا ان انت تستحمل العذاب ده الصراحه. وانت بتشوفهم هتبقى فعلا حاسس ان السلسله ما تستاهلش الضجه دي. بعديها بنشوف فيلم سولو، بعديها هتشوف فيلم روج وان، بعديها الثلاثيه القديمه خالص، بعديها هتشوف مسلسل ماندلوريان اللي يعتبر افضل حاجه في السلسله دي بالنسبه لي، حرفيا افضل ما قدم عالم ستار وورز. بعديها تشوف فيلم ذا فورس اويكن، بعديها فيلم ذا لاست جيداي، بعديها ذا رايس اوف ذا سكاي ووكر. كده هتكون خلصت السلسله بالكامل بتاعت ستار وورز، واتمنى بقى ان السلسله تعجبك كده. هي طبعا اساسا السلسله ملهاش شعبيه كبيره خالص عندنا في الوطن العربي، ولما شفت اول الثلاثيه الاولانيه خالص اللي نزلت في بدايه الالفينات انا فعلا عرفت ليه ملهاش شعبيه عندنا، لان السلسله دي تقفل اي حد من ان هو يتفرج على السلسله بتاعت ستار وورز الصراحه. ده كان فيديو سريع بس كده عن السلسله، وفي الاخر ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس لو اول مره تسمعني. وسلام يا شباب.